Satu. Satu, ti, satu, tu, cik, tu, 1, 2, 3, cik, 1, tes, 1, 2, 1, tis, 1, 2, tis. منهم والصحابة أجمعين من عباد الله صالحين منهم المهاجر أحمد بيسا وابن عباد الله إمام علي بن علي خالد قسم سيدنا وسلام الله الحق المقدم محمد بن علي بالوي والله الحمزة الحبيب علوي غيور حبيب عبد الله حبيب عبد الرحمن بلي الحبيب أحمد شاهد وصلوا اسماعيل برباني شيخ جلاني اسماعيل الحبيب ثم إلى روح الحبيب حامد بن علي بن الحدن ثم إلى روح الحبيب محمد الحبسي الحبيب محمد بن شهاب محمد بن يحيى بن أرض إدوس بن شهاب الحبيب علي بن علي شهاب الحبيب عبد الرحمن محمد بن نور ثم الحبيب
ثم إلى روح الحبيب علي أسقاب ثم إلى روح الحبيب أحمد سوسن جد الحبيب أحمد بن حامد الكاب جد سالم بن محمد الكاب ثم جد حامد النوير ابن حبيب أحمد الكيفاني حبيب محمد حبيب الله بن حبيب علي جد الحبيب حامد بن سالم جد سالم بن محمد بن شيخ محمد مور بن علي باسل الحبيب أحمد بن عمر محمد شعب علي بن سالم ثم إلى شيخ عبد الحامد بن مكي ثم إلى روح بشريفة فاطمة بنت علي بشريفة فاطمة ثم رقية خديجة ثم شريفة نبي جميع أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغربها في برهم بأن الله يؤلي درجات الجنة من بركاتهم وأسرارهم ثم الفاتحة خصوصا صاحب الحال حبيب أحمد بن كعب الله يؤلي درجات الجنة ويد عن بركاته وأسراره وأنوار علومه ونفعنا في الدين الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنزلتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسرح منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهدونك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم وارض سادة أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إنه غفور رحيم. عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي باق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق على هي المدهبات إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين آمين. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله وصحبه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة ويجوز ثلاثا من سورة الإخلاص ومعوذتين مرة هدية منا إلى خصوصا صاحب الحال جل الحبيب أحمد بن حامد بن الكاب خصوصا صاحب البين حبيب سالم بن مملكاب وصول ملهم ثم إلى جد الحبيب حامد النبيل ابن حبيب حكيم حبيب محمد حبيب عبد الله حبيب علي جد الحبيب حامد بن سالم بن سالم بن أحمد بن شان بن كبير ثم إلى خصوصا أبو ياسر محمد نوفل بن عبد الكاب الحبيب محمد بن فاتح ثم إلى جميع أرواح أولياء المؤمنين بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكن برحمته والدين ودين حصة وماتنا ومات المسلمين عامة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل وأوصل تقبل ما ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم، ما حللناه من لا إله إلا الله، ما صحبه من قول سبحانه وبحمده، ما استغفرناه ما صليناه على سيدنا حبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين جميع بل صالح منهم المهاجر. اللهم الميس وابن عباد الله إمام علي بن علي خالق قسم سيدنا وصل العظم الفقيه المقدم محمد بن علي بالاوي أولاد الحمزة الحبيب علوي غيور حبيب عبد الله حبيب الرحمن بن الحبيب أحمد شاهد وأوصالهم وإسماعيل وقد رباني شاه عبد القادر جيلاني اسم الحبيب علي أم الفقيه اسم الحبيب علي صاحب الدرك اسم الحبيب محمد مولد بن إسماعيل وقدم ساني ما شاء الله عبد الرحمن السقاب ابن الحبيب محمد مولد بن أصولهم وإسماعيل الحبيب عمر مهضان حبيب أبو سكر هو اسمه الحبيب علي سكر سكر ماله ابن سكر حبيب بكر الأدنى إسماعيل حبيب أحمد بن سكر فهر وجوش سالم قد بالأنفاس حبيب عمر بن عبد الله شالي بار إسماعيل قد بالرشاد حبيب الحداد حبيب علي حبيب حسن ابن حبيب حداد إسماعيل الحبيب حامد بن علي بن علي حداد الحبيب محمد بن حداد إسماعيل الحبيب أحمد الحبسي الحبيب أحمد بن شاب بن محمد يحيى بن عبد الله بن شاب الحبيب علي بن شاب الرحمن محمد نور بن علي بن علي الحبيب علي سسقاب ثم إلى رو بن شريف بن سالم بن شاب ثم إلى رو الحبيب ثم إلى رو حبيب أحمد بن عبد سالم عبد الأكب ثم إلى رو حبيب محمد بن سالم محمد بن سوس بن البيت الحبيب سالم بن محمد الكب الحبيب حسين بن حمد الكب ثم إلى جدي سيف الخال الحبيب ثم إلى الحبيب علي يسرين بن حمد الكب الحبيب حامد بن جدي سيف الخال الحبيب أحمد بن حمد الكب جدي حامد النوير ابن الحبيب أحمد الكب ابن محمد حبيب الله بن أبي علي جدي الحبيب حامد بن سالم الكب سالم بن رحمن شيخنا ثم إلى رو الحبيب أبو سيدنا أحمد نوفل بن أبو الكب الحبيب محمد ثم إلى رو الحبيب قارب أحمد بالفقه ثم أبو شريفة فاطمة بنت علي الكب شريفة فاطمة سلم ثم شريفة فاطمة بنت عبد الله جفري وشريفة أمينة بنت سلم الكب شريفة حلمة سعدية بنت شريفة نفيسة بنت شيخ الكب ثم إلى أوسم جميع أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وسوس مجد بلد فلنبان بأن الله يؤلي درجاتهم جنة يدعو علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ثم الفاتحة ثم إلى أرواح خصوصا لمن قرأنا ياسين تحلل أجلهم سببهم ثم إلى ولمن ذكرناهم ولمن لم نذكرهم أنت تلوم بهم إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنون برحمته ويهدينا وديهم خاصة أمتنا أمة المسلمين عامة أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل نور السماء بين أيديهم اللهم اجعل فكاكا لهم من النار إتقا لهم من النار سترا لهم من النار فداً لهم من النار وبراءة لهم من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافنا عنهم واقرب نزولهم وسع مدخلهم واجرهم من عذاب جهنم من عذاب القبور اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفار نيرا اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا أبدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجمعنا وإياهم في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أولياءك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرد عن أمة سيدنا محمد اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا متعال برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي النار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين قبول. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الفاتحة كما نحبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. يا ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهياع. بصل على محمد يا رب بصل عليه وسلم. يا رب بصل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا رب بصل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب بصل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا رب بصل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب بصل على محمد واكفي المعادي واصرفه واردع. يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نحل في حصنك الممنع. يا رب بصل على محمد بصل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الأرفع. يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد يا رب على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد رفق بنا خير خلقك جماع. يا رب صل على محمد يا رب صل
عليه وسلم يا ربي صل على محمد محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائما بلا انقضاء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا
طبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أسقى الأسقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفه حسنا وحبانا مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة همانا وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسباه لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة حيج الأشجانا والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والحا نسوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس حانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإن تعسوا أذهب رانا فاحتاجت الأرواح تستاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سيار مشفاه وارهف العاذانا وانتد إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبعنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده منا به في ذكر عازم به منانا هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من كيل متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة عن ذا وكن يقظانا وأبر إلى الأسرار ربي لم يزال ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإله صانا طهره الله حماه اختاراه وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل دائما على حبيبك من إليك دعانا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وانفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وانفى الهنا والدهر جز وعده والبشر حمولنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر جز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا إن المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قار
نفسي بذي لقاء يا عينك يا عيونا هذا الجمال المصطفى أنواره لاحت سلانا هذا الجمال المصطفى أنواره لاحت سلانا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا طيبة ماذا نقول وفيك قد هل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيك قد هل الرسول وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا وكلنا يرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه وبشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشافع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى
ينادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنانا صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه هنانا ولسوف يؤتك فترضى جل من معت تكسر عن عطاه نهانا بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيه عن القلوب الرانا يا ربنا صل إيمان على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد أن إذن من ما شاءه قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا صلى الله عليه من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى برهانا صلى الله عليه قد كان يغمر نور طه وجهه وصار إلى الابن المصون عيانا صلى الله عليه وهو ابن حاشم الكريم شهم بن أبن مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزز بذلك شانا صلى الله عليه واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله عدنانا صلى الله عليه فهناك كف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا صلى الله عليه وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان صلى الله عليه وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان صلى الله عليه بالطهر من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فعطرئت رضوانا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات ووقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فمال النور النواحي
عما كل الكون أجمع يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبين شرك تصدع ودنا وقت الحداية وحيم الكفر تزعزع يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع يا إمام أهل الرسالة من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين والحسن مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذ مرحبا مرحبا لك كل الخلق تفزع مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا وينادون تراما مرحبا مرحبا قد دحى من حول الأفضاء مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا بلاها أنت فتى السجود وتنادى شفعت شفاع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر على
الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وبه فانظر إلينا واعطنا به كل ما طمع واكفنا كل البلايا وادفع الآفات وارفع يا رسول الله جئنا لزيارة قاصدنا الله نرتجي منك الشفاعة عند رب العالمين واسقنا يا رب أغثنا ينهى طالع حما واختم العمر بحسنا عقبى ومرجى أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا والصلاة الله تغشى والحسن تجمع أحمد الطهر وآله صحابة حمسنا شاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, segala puji pada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di malam yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringkan salam kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkah kita selalu membaca solawat, Allah istiqomahkan kita berjalan di jalan Allah, di jalan Nabi Muhammad, dengan harapan nanti di hari kiamat kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dan menjadi orang yang paling dekat tempat duduknya bersama Nabi Muhammad SAW. Ikhwan yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebelum kita sampaikan tertib acara untuk besok, ngembek berkah dari akhina fillah Ustadz Ali bin Alwi Al-Kab, kita dengarkan nasihat dari beliau. Alafu agak besar dikit apa? Volumenya agak besar dikit.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, malam yang penuh dengan kebahagiaan, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumah yang penuh dengan keberkahan, di rumah yang dibacakan zikir kepada Allah, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah yang di mana di tempat tersebut seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan sir, asrar, tajalliyat dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah di mana kita senantiasa mendengar bahwa seorang arif billah melazimkan istiqamah membaca satu hari 100.000 salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rumah di mana beliau memberikan tarbiyah kepada murid-muridnya, mereka-mereka yang memberikan irsyad dan memberikan taujihat dan memberikan keilmuan kepada umat, khususnya para habaib, para muhibbin yang ada di kota Palembang. Rumah di mana para ulama, para habaib ternama mancanegara di abad ini mereka mendatangi tempat ini untuk mengambil keberkahan dan juga berbagi. Kita melihat bahwa setiap tahun dari tahun-tahun ini Allah Subhanahu wa taala datangkan para ulama, dan kita boleh menyebut para alam, orang-orang hebat yang pernah mendatangi rumah ini adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah SAW. Tidak lain tidak bukan semua karena berkat seseorang yang dekat kepada Allah, seseorang yang menghabiskan waktunya untuk Allah. Bayangkan dari semenjak kecil beliau sudah menghabiskan usianya untuk Allah dan Rasulnya, sehingga beliau kehilangan rasa kenikmatan duniawi sebagaimana muridnya Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Beliau mengatakan hatta atarat alaihi al-hal, sehingga guru saya Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf sudah tidak melihat dunia lagi, sehingga dia pun pulang ke Palembang dan walam yakhruj min darihi illa li al-jum'ah, tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk salat Jumat saja. Sisanya beliau menghabiskan waktunya di rumah ini untuk berzikir kepada Allah, untuk menghabiskan waktunya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ada keberkahan rumah yang kita datangi? Tentu insyaallah kita akan pulang dari tempat ini membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang kita akan adakan haulnya besok hari adalah seseorang yang mendapatkan keberkahan dan manfaat juga yang dirasakan oleh beliau dari kakek moyang beliau. Kita mengetahui, teman-teman yang mendengar mungkin secara online di luar sana, kita membaca surat Al-Kahfi, kita mendapati orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena kakek ketujuh dari orang tersebut adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala jaga keturunannya. Bagaimana Al-Habib Ahmad bin Hamid tidak mendapatkan perhatian yang hebat dari kakeknya? Al-Habib Hamid bin Ali bin Alawi bin Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau adalah kakek kepada Al-Habib Ahmad bin Hamid, yang Al-Habib Ahmad bin Hamid bahkan ayahnya dinamakan Hamid dan putra Al-Habib Ahmad bin Hamid juga dinamakan Hamid. Semuanya mengambil keberkahan dari kakek beliau yang bernama Al-Habib Hamid bin Ali bin Alawi bin Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang yang dekat kepada Allah, dekat kepada Rasulullah SAW, yang kebetulan berbesan dengan Al-Habib Salim bin Abdurrahman bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, yang juga tinggal di kota Palembang, kampung Al-Kaf dan kampung Al-Haddad, menikah menghasilkan Maula Palembang Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Kita mengetahui keberkahan yang begitu banyak sehingga kita mendengar seorang ulama ternama Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Beliau ulama ternama di kota Bogor dan kita sering menziarahi beliau, murid daripada Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas.
Mungkin beberapa kali di haul Habib Ahmad bin Hamid diceritakan bagaimana kejadian para habaib-habaib yang ada di kota Palembang mengambil keberkahan datang ke Bogor untuk berjumpa dengan Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir bin Umar bin Abi Bakar bin Ali bin Alawi bin Abdullah bin Alawi Al-Haddad, mengambil keberkahan dari beliau, sehingga Al-Habib Alawi mengatakan, bagaimana kalian bisa membuat diri kalian capek datang ke Bogor untuk mengambil keberkahan dari saya, sementara di tempat kalian sendiri ada yang terlupakan dan orangnya jauh, makamnya di atas saya. Siapa, kata para habaib, karena mereka menganggap Al-Habib Ahmad bin Hamid hanya guru langgar saja, guru musolla saja, orang yang sebagian di antara mereka tidak mengenalnya. Maka dikenalkan oleh Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau adalah Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf yang saya berjumpa secara langsung di dalam tidur saya, mimpi ketika saya bingung mau pindah dari Bogor atau tidak. Saya beristikharah, kemudian saya bermimpi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah SAW meminta saya untuk bertanya kepada orang di sebelah Rasulullah. Saya bertanya, siapa? Lalu disebutkan, waladi Ahmad bin Hamid Al-Kaf maula Palembang. Anakku Ahmad bin Hamid Al-Kaf, beliau adalah orang besar di kota Palembang. Lalu dari situlah saya bertanya kepada Al-Habib Ahmad bin Hamid, yang tidak lain sebenarnya mereka ini masih keluarga, karena kedua-duanya masih cucu daripada Al-Habib Ali bin Alawi bin Abdullah Al-Haddad. Habib Alawi putra Al-Imam Al-Haddad yang dimakamkan di Ma'la di Makkah, kemudian memiliki putra Al-Habib Ali, kemudian memiliki putra Al-Habib Abu Bakar yang tidak lain kakek kepada Habib Muhammad bin Tahir yang ada di Tegal, Al-Habib Hussein Jombang, juga Al-Habib Alawi yang tidak lain adalah kakak daripada Al-Habib Hussein. Al-Habib Alawi kemudian mengatakan, apakah saya perlu pindah? Al-Habib Ahmad bin Hamid mengatakan, kamu tidak perlu pindah dan tinggal saja di Bogor. Lalu beliau meneruskan, beliau menetap di Bogor dan Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat tersebut berkah, dan beliau menjadi orang yang terus-menerus berada di sana sehingga dikebumikan di kota Bogor. Tidak lain tidak bukan, ini adalah salah satu kemuliaan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang tidak menginginkan sama sekali asyuhrah, dikenal oleh sebagian orang. Mereka lebih memilih untuk memiliki khumul, mereka tidak mau dikenal orang. Dan ini masih banyak sebenarnya para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ingin dikenal di dunia, tapi mereka masyhur, terkenal di langit. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih dari banyaknya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati banyak habaib di kota Palembang, mereka-mereka memiliki maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar, kita membaca, tapi mereka memang sebagian besar di antara mereka lebih mementingkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding dikenal oleh manusia. Karena sesungguhnya sebagian di antara kita terkadang terdapat fitnah ketika sudah dikenal orang banyak, dikenal orang ramai, sehingga kita cinta kepada dunia, cinta kepada syuhrah tersebut. Oleh karena itu kita berharap hadirnya kita pada malam hari ini, dan insya Allah esok hari, insya Allah puncak dari acara kita, insya Allah kita berandai-andai kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis seorang wali yang dipuji banyak orang-orang soleh. Kalau dipuji oleh banyaknya followers, kalau dipuji oleh banyaknya pengikut, kalau dipuji oleh banyaknya manusia biasa, maka itu sesuatu yang wajar saja. Tapi pujian ini didapati oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang tinggi, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita betul-betul mendapatkan keberkahannya. Besok insyaallah kita akan berziarah, kemudian kita akan membaca kutubus salaf, dan juga kita akan menghadiri puncak haul yang dihadiri oleh banyak ramai para sulaha, orang-orang yang nampak di mata kita dan orang-orang yang tidak nampak di mata kita. Kita sucikan niat kita, mudah-mudahan besok insyaallah kita pulang dari majlis, kita mendapatkan hajat-hajat kita, apa yang kita harapkan insyaallah Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Jangan mengecilkan niat, jangan mengecilkan harapan, karena kita yakin insyaallah selepas daripada haul tersebut apa yang kita niatkan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita mampu untuk menggapainya. Wassallallahu bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wassalam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazahullahu khairan jazak. Terima kasih kepada Hinafillah Ustaz Ali
bin Alwi Al-Kaf. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan bermanfaat buat kita semua. Meneruskan daripada tertibul al-barnamij untuk besok, tertib acara insyaallah jam 6 paling cepat kita mulai baca burda, habis itu makan pagi, futur, lalu ziarah ke Maqbarah Al-Habib Ahmad bin Hamid Al-Kaf. Habis dari ziarah pulang ke rumah masing-masing jam 9.30 mulai pembaca kutubus salaf sampai selesai. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا بالواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فهقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط عليهم المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا بذل العطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الليلة وفي كل ليلة
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر الحمد لله رب العالمين.